السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب يكون كلكم بألف خير. ابو منة اخو مغتربة في فرنسا عمل فيديو النهاردة بكانا كلنا. كل اللي دخل وسمع الفيديو بكى، اللي بكى على بكى الأستاذ محمد، واللي بكى على نفسه وافتكر والده ووالدته رحمة الله عليهم. أستاذ محمد بيحكي بيقول والده لما تعب ودوه عند الدكتور طلب منهم يعملوا أشعة وتحاليل. عملوا الأشعة والتحاليل طلع عنده كانسر، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كانسر فين؟ في المثانة والبروستاتا. يقوم رد الدكتور اللي مش دكتور، يعني أنا صراحة لا يمكن أقول عليه دكتور، قال له خد أبوك وروح، أبوك ملوش قطع غيار. دكتور أعمى العين وأعمى القلب، حسبنا الله ونعم الوكيل. المهم أخد أبوه وروح بيه، اجتمعوا مع بعض وفكروا يعملوا ايه. طبعا العملية في مصر قالوا ممكن تكون صعبة يعني، فقالوا ناخده فين؟ ناخده نوديه أوروبا ولا نوديه أمريكا، على إن مع إن هو طبعا بيقول إن والده متعود على السفر، فاجتمعوا إن هم قرروا إن هو أحسن حاجة تتعمل في أمريكا. فطبعا هيسافر لوحده؟ لا طبعا، مامتهم هتسافر معاهم، مع إنها أول مرة تسيب البيت وتسافر. فطبعا حاجة صعبة بالنسبة لست بنات وولدين. المهم مامتهم سافرت مع باباهم، وطبعا هناك بيكشفوا عليهم قلقانين. طبعا في مصر هنا بيقول لك دخل يعمل عمليات، قعد حوالي 17 ساعة وهم قاعدين على أعصابهم. المهم عمل العملية وطمنوهم والحمد لله قام بالسلامة. بس طبعا يعني حولوا له مجرى البول، طبعا اكيد عاملين له قسطره وكده، حولوا له مجرى البول وقالوا له ما ينفعش ترجع مصر، لازم تقعد معانا هنا، لانه في مصر مش هيعرفوا يتعاملوا مع العمليه دي. فاضطر يقعد 3 شهور هناك، وبعد ال3 شهور قال لك لا، لازم ارجع في مصر. رجع مصر. بيقولوا ما شاء الله رحنا كلنا استقبلناه في المطار الحمد لله كويس. بعد 4-5 شهور تعب تاني، ودوه تعب جامد يعني. أبو منة طلب له الإسعاف، فهو سمع كلمة الإسعاف ورفض أبدا ما ينزل ولا يركب عربية الإسعاف. أبو منة قال له خلاص أنا هشيلك. قال له لا ما تشيلنيش عشان ظهرك. قال له لا أنا هشيلك. فشاله على كتفه. بيحلف إن باباه ما كانش حاسس إن هو شايله أصلا، خفيف جدا. شاله ووداه عند الدكاترة ورجع بيه تاني. وبعد كده باباهم تعب تاني أزيد. طب روح سافر أمريكا، رافض يسافر أمريكا. قال لهم أنا عايز أموت هنا في وسط عيالي وعلى سريري. طيب وبعدين هنسيبك كده تعبان؟ لا أنا مش مسافر، أنا هموت هنا على سريري. أستاذ محمد بيقول كنت متضايق، نزلت تحت وقفت في المدخل شوية، سمعت مامتي بتصرخ، فجري لقى باباه يهزوه كده مفيش، بس في نفس. جري بيه على المستشفى، دخلوا العناية تقريبا، قعدوا يعملوا له صدمات كهرباء تقريبا على القلب عشان القلب يشتغل وكده، فقالوا له البقاء لله. فطبعا كان انهار بقى، فلفوه في ملاية. طب ازاي هروح بيه واطلع بيه لاخواتي وامي كده؟ المهم وصلوا وطلعوا بيه. اول طبعا الام والاخوات شافوه قعدوا يصوتوا. قال لكم محدش يصوت عليا، بس كان موقف صعب جدا جدا جدا. ربنا يرحمه. وانت يا استاذ محمد ربنا يبارك فيك وفي صحتك وفي عمرك ويخلي لك اولادك ورحمة الله عليه وعلى والدتك. يلا يا بنات عشان ما اطولش الفيديو، اللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد من عندنا. مع الف سلامة.